إنه لمن دواعي الفخر كذلك أن تجمع بلادنا أعلام في الفكر والفلسفة لمناقشة فكر القديس أغسطين في الطبعة الأولى قصد تفسير مراميه ومعانيه العابرة للزمن واستلهام القيم الإنسانية، حيث ظلت الجزائر حلقة رابطة بين ضفتي المتوسط والمسارات الأغسطينية خير دليل على ذلك. ولعل الاعتزاز الجزائري بهذا الانتماء الإفريقي المتوسطي يتجلى بخاصة من خلال وقوفنا الدائم إلى جانب الأصدقاء والأشقاء من ضفتي المتوسط متى تطلب الأمر ذلك. لقد كان القديس أغسطين حامل رسالة سلام ومحبة منطلقا من أرض أجداده الجزائر الإفريقية المتوسطية. Je dois vous dire que la qualité des réflexions de ce matin, des échanges, font énormément de bien. جودة نقاشات هذا الصباح لها أثر في عالم يسود فيه الفوضى والأنانية وعالم مادي، والعودة إلى أسس الفكر الفلسفي يشكل الحقيقة والخير والعدل. يأتي هذا بعد زيارة البابا الذي سلط الضوء بفضل الجزائر حول هذا المفكر الأمازيغي المميز القديس أغسطين، لذلك أكتشف أمورا عديدة. ما أشعر به في الفكر الفلسفي للقديس أغسطين أنه لا يزال معاصرا. من المهم جدا أن نكون هنا وأن نتمكن من الحديث على القديس أغسطين، فالقديس أغسطين كان مفكرا يجمع بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وأعتقد أن هذا بالضبط ما نسعى إلى مواصلته في معهد العالم العربي. يتمثل الهدف في إبراز كل ثراء الثقافة الجزائرية داخل مؤسستنا، وهذا ما سنعمل على تحقيقه خلال الأشهر القادمة. كان هذا حدثا ذا رمزية عالية، لأنه يتمحور حول مفكر مسيحي وينظم في بلد إسلامي، وهذا يظهر قبل كل شيء أنه رغم اختلافاتنا حتى في العقيدة يمكننا أن نعمل معا. لقد مر البابا من هنا مؤخرا، وهذا أمر جميل جدا. ثم أعتقد أن الرسالة التي تم توجيهها كانت قوية من أجل وجود السلم والمعرفة المتبادلة بين الشعوب.